في وسط أجواء الحرب العالمية الثانية في خطة حصلت غريبة جدا هتخليكوا تشكوا إنكوا عايشين في فيلم أكشن مش في الواقع. صدقوا لو قلتلكم إن أكبر عملية استخباراتية استخدموا فيها دجاجة؟ مش معقول، بس تعالوا شوف التفاصيل معايا. عام 1941 القوات البريطانية قررت إنها تهاجم أكبر قلعة للحرب في أوروبا اللي كانت محصنة بشكل غير طبيعي، وهي ألمانيا النازية. لكن كان في مشكلة كبيرة جدا، الكل كان عارف إن في جواسيس بينقلوا المعلومات لألمانيا ومحدش عارف هم مين، وكان لازم يلاقوا الحل. لكن أصدقائهم في المخابرات البريطانية فكروا في حاجة غريبة جدا. الأدهى من كده إنهم قرروا يعملوا عملية سرية جدا، وتخيلوا إن الأداة الأساسية اللي هيستخدموها في العملية دي كانت دجاجة. هتصدقوا لو قلتلكم إنهم استخدموا دجاجة عشان يكشفوا الجواسيس ويفككوا شفرات الألمان في خطة معقدة أطلقوا عليها الدجاجة، اللي كانت عبارة عن إرسال دجاجة محمولة، واللي كان الهدف منها إن الصندوق ده يشير إلى الجواسيس قد اخترقوا خطوط الأعداء، وبالتالي تمكنوا من إرسال الرسائل إلى بريطانيا، واللي منها انطلقت عمليات مضادة. لا مش فاهم، اقف كده معايا، استنى هفهمك. خطة سرية من أخطر الخطط في عمليات الحرب، عملوا من خلالها خدع عن طريق إرسال الدجاجة اللي قلنا عليها اللي في الصندوق عبر الطائرات إلى قلب العمليات العسكرية الألمانية. وداخل الصندوق كانوا بيضعون أوراق تحتوي على معلومات هامة جدا تم جمعها من الخطوط الأمامية. لكن اللي هز الجميع إن الخطة دي ما كانتش مجرد إرسال دجاجة، لكن كان مجرد إرسال معلومات استخباراتية مهمة متشابكة داخل الصندوق، وكان ممكن لو فهمها العدو كان هيحصل شيء كارثي. طبعا العملية دي كانت بتهدف إلى تحقيق التفوق على القوات النازية، واللي فاجئ الجميع هو قدرتهم على التخفي داخل هذه الرسائل اللي قدروا يمرروها تحت أنظار الألمان. لكن اللغز هنا كان في النهاية لما اكتشفوا البريطانيين إن الجواسيس الألمان وقعوا في الفخ بشكل كامل. الدجاجة كانت بمثابة علامة سرية في تنفيذ العمليات، ونجحوا في إحداث تغيير جوهري وجذري في سير المعركة. لكن هل فعلا حققت العملية دي تأثير حقيقي؟ هل كانت مجرد خطة بسيطة أم كانت بداية لمواجهة من التفوق الاستراتيجي في الحرب؟ العملية دي كانت من أعظم العمليات اللي تمت في الحرب، لكن في النهاية هي لسه غامضة ومليانة بالتساؤلات. هل كانت دجاجة واحدة هي مفتاح لتحويل مسار الحرب، ولا كانت مجرد خدعة لحظية؟ لو عجبتكم القصة ما تنسوش تكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، وإن شاء الله هنكشف لكم أكتر في فيديوهات الجاية. كان معكم عبد الله فارس من دوشمت السرية.